ازيكم حبيبات؟ شو عاملين ايه؟ مساء الفل والهنا والعسل والسكر والياسمين والورد وكل شيء جميل. يسعد ايامكم ويسعد مساكم ويسعد صباحكم ويسعد كل ما هو حولكم كده وبيدور وبيطوف حواليكم. النفس والهواء اللي بتتنفسوه يسعدكم يا رب ويطلع كده بسعاده. يا رب دايما يرزقكم كده الفرحه والطاقة والحب والحيوية والخير في ما تمشوا في طريقكم وطريق عيالكم يا رب وكل اللي تحبوه. يلا دعوة حلوة من قلبي كده. استنوا اما اصب شوية مية يا ولاد عشان نشرب. مين لسه لحد النهاردة بتشرب المية متلجة؟ سامعين؟ هي مش باينة ولا باينة التلجة؟ باينة التلجة. مين لحد النهارده ما عرفش اشربها غير وهي ساقعه تلج؟ شيروا اللايف يا اختي، وحشتوني وعايزه كل حبيباتي شيروا لايف كتير عشان بزعل بعد ما بخلص اللايف ما بلاقيكوش عاملين شيء. النهارده قلت ايه اطلع كده وانا في ايه في الرمق الاخير من الاكل. كنت بعمل باميه عقبال عندكم. يا اختي بصراحه مش هضحك عليكم، جبتها كيس. جبت كيس الباميه الزيرو، حتى الباميه الزيرو غشوها بقت بعجيرو. بصي الباميه بعجيرو هذه كانت اسمع او مش اسمع. كنت بجيب الباميه الزيرو بتبقى الحبايه ايه قد النمنمه لؤلؤ في الحل. بصي بقت قد ايه دي الزيرو والنبي. حتى الباميه الزيرو ما بقتش زيرو. ما بقاش فيه حاجه تفضل على حالها. والنبي طبعا وانتوا عارفين الباميه تحبي ايه؟ الباميه تتاكل. انا بالنسبه لي انا وعيالي بنحبها سواء بقى بلحمه من غير لحمه او جيحي، بنحبها في كل احوالها وحالاتها. بس لازما وحتما ولابدا يبقى جنبها البتنجان المخلل اللي هو البتنجان. عملت الخلطه بتاعته بقى. بصوا يا حلاوتها يا حلاوتها الخلطه اهي. شايفين خلطه بقى توم فلفل حامي فلفل اخضر على احمر. والنبي شيري اللايف. في مشكله ناس تبعت تقول لك انا الصفحه ما بتظهرليش، انا انت عملتي لي بلوك ولا ايه؟ طالما دخلتي لي على الماسنجر وبتكلميني يعني ما فيش بلوك مبدئيا يعني. ثانيا الفيسبوك يا اختي عامل تحديثات بيخلي الصفحات اوقات ما تبلكيش ما تظهرلكيش. عشان كده لازم اي حاجه انت اي حد انت متابعاه وحابه دايما يظهر لك، بمجرد ما تلاقيه منزل حاجه تعملي لايك تعملي كومنت، ولو قدرتي تعملي شير اعملي شير عشان يظهر لك باستمرار. لان التحديث الجديد خلى صفحات كتيره ما تظهرش للمتابعين اللي موجودين، يجوا يفتحوها ما تظهر لهمش، او يعملوا سيرش ما بيظهر لهمش اي بوستات ليهم. فانت شيري اللايف او البوست او الفيديو، اعملي لايك وكومنت لما تلاقي بوست لاي حد من اللي انت بتتابعيهم مش انا بس. يعني وعايزاه دايما يظهر. البتنجان لسه في مرحله القليه اهي. مرحله القليه طبعا انا عارفه انه مش باين، معرفش الصوره جامده ليه كده مثلا كده يعني. شغاله شويتين شغاله. حمرت الشعريه للرز اهو ونقعت الرز. هي الصوره جامده زي اليومين اللي الحمد لله اللي احنا مش عايشينهم. زي اليومين اللي احنا مش عايشينهم يا اختي، ويا رب ما نعيش ابدا من اي غوامه في حياتي. المهم قاعده اضرب احماس في اسداس، اقول اعمل اكل ايه، اسوي ايه، ابصر ايه. زهقت. كل يوم والتاني ننام ونقوم نفكر في الاكل ونفكر هنعمل ايه ونفكر هنسوي ايه ونفكر في امتحانات العيال وفي التقييمات وفي الدروس وفي يا اختي ببقى عايزه ارقع بالصوت. باجي انام بالليل الاقي فيه هنا مدرسه شغاله، شارع عمومي. عارفين الشارع العمومي ماشي في نافوخي، سكه قطر، سكه حديد. مش عارفه انام من التفكير.
دماغي شغاله اجي اغمض عيني اصحى، ايه ده؟ ايه هي الساعه بقت كام؟ ما عملتش الغدا. يا اختي لسه الساعه 3 الفجر، قبل الفجر. نامي ما تخمش، اكل ايه اللي بتفكري فيه؟ احط دماغي واقول يا خراشي الواد راحت عليه نوم، ابص الاقي الساعه 5. يا اختي نامي، يا اختي نامي، مش هيجرالك حاجه لو نمتي وغفلتي شويه. وقفي الور اللي شغال يور ويكر في نافوخك ده، حرام عليك، حرام عليك. ما احنا نقطة الدم، اول نبي نقطة الدم برضه صحة. ده احنا هنفضل لحد امتى؟ دوامة 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 دوامة. خلاص احنا داخلين على مقتبل العمر، مقتبل العمر. تسلم ايدك البت كركوره حبيبتي العسل، عصرت لي بقى الايه الليمون، عصرت لي الليمون. داخلين على مقتبل العمر، يعني لسه في اوائل اعمارنا، فالمفروض يعني نعيش. لا 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 بصوا البتاع بيزحزح بيقع لوحده. المفروض نعيش ايه؟ نعيش مبسوطين متهنيين كده، متهيمين ومبسوطين سعداء متفائلين، ما بنفكرش هنانيم هنومه كده، هنومه دلوعه. يعني ليه ما اقعدش طول اليوم افكر هروح بكره اتغدى فين؟ طب اروح النادي ولا اروح الحديقه؟ لا، ولا اروح المطعم الفلاني، ولا لا زهقت من المطعم ده، طب اروح الكافيه ده ولا الكافيه اللي دوكها؟ لا، عايزه تجديد، عايزه تغيير. طب خلاص اسافر اغير جو في الجونه ولا الغردقه. طب لا لا لا، طب مش قادره اسافر اليومين دول، طب اروح بكره اعمل شعري فين؟ موزمبيليت. طب اقلم ضوافري فين؟ عند مين؟ عند عيني مكاريرا كده. ليه مش هو ده اللي بيشغلنا يعني؟ نقل ايه احنا عن اللي ما وراهاش حاجه وما بتفكرش غير في ازاي تبسط نفسها وتمتع روحها وهتعيش حياتها ازاي؟ هنعيش امتى؟ عايشين بنتنفس بس، عايزين نعيش. فين الرجاله طيب اللي بتشتغل وشايلين مسؤولياتنا؟ فين هم؟ بيعملوا ايه غير ان هم بينزلوا الشغل يرجعوا مبلمين مبوزين معكننين علينا وعلى اللي جابونا، بحجه ان هم ما احنا بنشتغل جوه وبره وتحت وفوق وفي كل الادوار، احنا مش قاعدين ولا ساكتين. ليه الاوبشن ده مش عندنا بقى؟ هيبقى عندنا امتى؟ شيروا اللايف، شيروا اللايف، خلينا نرقع بالصوت للجميع، خلونا نرقع بالصوت للجميع عشان يبقى ايه؟ رقع بالصوت جماعي. وشايلين هم المصاريف وشايلين هم، وبعدين تيجي بقى تتكلمي في زياده، المصروف مش معادش، يقول لك ايه؟ اجيب منين؟ زوريني. وانا مين بقى زورنا اخويا؟ لا انت ولا عيالك. لا انت ولا عيالك بتعذر ولا بترحم. الله يعني طب ومين انا يعذرني؟ وبعدين انا مالي لما انت معذور اتجوزت وخلفت وفتحت بيت ليه؟ لما انت مش قد الحمل ما تشيلوش من الاول، ده تخيبه ونيله على اللي قالك اتجوز وافتح بيت، طالما انت عارف بعد كده انك هتجوع اهل بيتك وعيالك. الله بعدين ما اعرفش، هي طالبه معايا رزاله على الرجاله وخلعهم، هي طالبه معايا كده، طالبه معايا كده علشان ما بقاش عندهم احساس على فكره بالمسؤوليه ولا احساس بالست، وعايزين الست دي كأن هي المفروض تشق الارض وتطلع منها كده زي ايه؟ سوبرمان، تطير بقى، تطير، او زي العفريت اللي بتدعك الفانوس يطلع له وتقول له شبيك لبيك كلبتك عبدتك. لا يا اخوي، لا يا اخويا، احنا ما بنعبدش غير ربنا. اهدى انت كده وريح واركن على جنب، لو مش قد الشيله ما تشيلهاش من الاول. ده ايه ده؟ امال تاخدوا ولاد الناس تقرفوهم، تاخدوا بنات الناس تعذبوهم، تاخدوا يا اختي الست الحلوه البنوته الجميله المتهنمه المدلعه في بيت ابوها تطلع عين ابوها واللي جابوها ليه؟ الله
مش أجل بقى ما تتجوزش، ده كلام الرسول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. من استطاع، قال كده، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مش قادر ما تتأنزلش على دماغك ولا تتجوز وتجيب بنت الناس معاك تجوعها وتعذبها وتفقرها جنبك يا فقر يا منحوس. مش رجولة، مش رجولة. خليك راجل قاعد في بيتكم مع امك جنب الست الوالدة. اللي هي بعد كده بردك حتى دي لما بتيجي تتجوز بتروح مدخل الست الوالدة معاك في الجواز. عايشة في بيتها بس حسها عندك في البيت يا اخوي. وكلامها يمشي على رقبتك طب ليه يا اخوي؟ لما هي مستخسراك في الجوازة ما تقعد جنبها. اتجوزتش ليه؟ ما تطلعوناش بقى عن خلقنا بقى وتخلوا الواحد يتكلم بقى. وانت هتفضلي فاتحه لي الميه يا اختي؟ بقول لك انا خلقي النهارده في مناخيري هطلع البقه كلها فيك انت. عايزه ايه؟ ايه؟ حته ناشفه تعملي بيها ايه؟ تعالي حاضر حته ناشفه. والنبي ويقول لك اقفي جنبي. لا يا اخوي، لا يا بابا، انا عندي عرق النسا وديسك والخشونه تعباني. اقف فين؟ عالجني وبعدين نبقى نشوف موضوع الوقوف ده. احنا بقينا نقف بالعافيه. احمدوا ربنا ان احنا لسه قادرين نقف نعمل لكم لقمه تدفعوها. يبقوا عاملين حسابهم على مرتب. ايوه، امال يعملوا حسابهم على مرتبهم هم؟ لا، ده يتبسطوا هم بيه يا بت. يقول لك اصل مواصلاتي وفطوري. الله، طب ما كنت قعدت في بيت الست الهانم والدتك، افطر وروح مواصلاتك واقعد عليها وخلاص. هي هتتحمل مجبرة، ما انت ابنها خيبتها تقيلة ما بركتش عليك ونزعت وجابتك للحياة تقرف ميتين اهالينا. ما تخلوش الواحد يقول ما فيش عيب بقى يا ساتر. عايزة ايه؟ وايه بقى؟ وغير بقى ايه اللي يطلع مسكع اصلا. يعني ايه؟ يقعد بقى يلف على بنات الناس ان هو بقى بيحب وراجل ذوق وراجل ما هم اشكال والوان. بس كلها الوان عكرة. عشان كده بنصح الناس اللي عندها لسه شباب في مقتبل العمر، ربوا عيالكم صح الله لا يسيبكم والنبي. وبنصحني معاكم انا لسه عيالي في مقتبل العمر 13 و 15. ربوهم من دلوقتي، من السن دي ربوهم على الرجوله، على الاخلاق. الدين بيقول ايه؟ ربنا بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ نتقي الله ازاي في نفسنا، في ولاد الناس، في بنات الناس. عندك ام وعندك اخت وهيبقى عندك بنت. اللي ما ترضاهوش على ولا واحده في دول ما ترضاهوش على بنت الناس. انا نفسي اقول لعيالي لو مش هتبقى قادر تتجوز، مش هتبقى قادر تفتح بيت، مرتبك صغنن على قدك، خليك هنأكلك ونشربك واجب علينا خلاص، صدقة يا عم. كل واشرب على حسابك وقاعد عند امك وابوك. قادر تفتح بيت عشان ما تجوعش اللي معاك، عشان ما تزهقهاش، عشان ما تخنقهاش، عشان ما تفقرهاش، عشان ما تحرمهاش. وبعد كده في عيال، في طلبات، في دنيا تانية. ما نجيبش عيال نعذبهم او بعد كده نطلع مش قد الحمل ولا قد الشيله نرميهم باللي جابتهم. حرام. ربوا عيالكم من السن ده من دلوقتي. يعني ايه مسؤوليه؟ يعني ايه رجوله؟ يعني ايه عج في الصخر عشان تطلع قرش حلال. ظروفك على قدك وحابب تفتح بيت واللي معاك هتقبل تعيش على قدك برضو وهتبقى راضيه ومبسوطه، يبقى تاخد من توبك، تاخد برضو اللي على قدها، علشان ما تحسش ان هي اتحرمت، خرجت من بيت ابوها شبعانه جت عندك جاعت. وبرضو تحاول انك تجتهد على قد ما تقدر انك تخليها احسن من ما كانت عايشه كمان في بيت اهلها ما الواحده بتتجوز، علشان تحسن من حياتها، علشان تعمل اسره تفرح بيها وتكبرها، مش تمرضها، مش تنحسها، مش تفقرها.
اياك نفهم وياك نتعلم وياك صوتي يوصل للشباب العاقله الواعيه الناضجه، لان الكلام ده مش هيعجب الرجاله الخايبه، ها، الرجاله التافهه، الرجاله اللي هي ايه نص نص، اللي هو ايه اسم راجل بس بالاسم كده عشان مرسوم له شنب على وشه، لكن داخليا عقليا نفسيا تربيه ما يعرفش يعني ايه رجوله. الكلام ده مش هيعجبه، ممكن يخشوا يشتموني كمان. انا بقول لكم اهو من دلوقتي، لكن الراجل الحق الصح هو اللي هيقول لي كلامك مية مية الله يبارك لك، الادب بيد انا اهو، انا على حق، الله اكبر الله اعظم. بنت الاصول ما بيفرقش معاها تعيش على الحلوه والمره، كلامك صح على عيني وراسي. امتى؟ لما انا اخدها وابقى بهننها وبعززها. الدنيا ما بتمشيش على وتيره واحده. انا ممكن ابقى من الاثرياء، ها، وبعد كده الدنيا تروح موقعاني لسبع ارض. ده عادي، ده عادي. يبقى نتحمل ونعيش، نرضى، نقبل. لكن يعني انت عارف انك هتاخد اللي معاك وهتعيشها الفقر العمر كله، وهي دي حالتك وهي دي حياتك وهي دي ظروفك، يا تقول لها وهي قبلت، يا اما ما تتجوز. انا ده رايي الصراحه. انت اخلاقك وحشه وراجل ما يتعاشرش، ما تتجوزش بصراحه. ما تاخدش واحدة تقرفها في عيشتها وتكرهك وتكره العيشة وتكره الرجالة بسببك وتكره الجواز بسببك، وفي الآخر تتطلق وترجع لأهلك. لو أنت عشرتك صعبة وأخلاقك نص كم، جنب أمك الله لا يسيئك. لكن خدش راجل ابن ناس ظروفه على قده وحاسة إن هو بيحاول يسعى ويجتهد علشان يوفر لك الحياة الجميلة كلها، وفعلا على قد ما بيقدر بيعمل ده، وجات الدنيا قلت بيه وقعت معاه. اتحملي وارجي وعيشي وقفي وسدي. خليكي بنت اصول جدعه. طالما هو كمان راجل جدع يستاهل مضلل عليكي، بيعاملك بما يرضي الله. هو انتوا فاهمين كل الكلام اللي فات ده كله؟ يبقى دماغك ضيقه يا اللي بتقولي الحلوه والمره دي. اني بتكلم على الماده بس. انا لسه قايله اهو، استنى اما اجيب صينيه اطلع فيها. انا لسه قايله اهو، لو عشرته وحشه ما تتجوزيهوش، لو اخلاقه وحشه اقعد في بيتكم يا ابني. اخلاقك وحشه ومش متربي، تقعد في بيتكم. مش هتعرف تصون بنت الناس وتراعيها وتعملها بما يرضي الله. برضه اقعد جنب امك وابوك يا ابني، هم مجبرين يتحملوك. ما بتكلمش على الفلوس بس، ما بتكلمش. انا قلت ما تفقرهاش، ما تنحسهاش، ما تكرههاش في العيشه، ما تجوعهاش. وعلى فكره بقى، ده حقها ما تجوعش، حقها تلبس. ربنا امر بكده انه يوفر لها مأكل وملبس وعلاج. عيشه كريمه على قد ظروفه. حلو ده ونقف معاه على قد ظروفه وعلى قد الحفنه نمد رجلنا واتفهم الكلام ده، وعلى راسي كمان على فكره واعمله، ما عنديش مشكله وانصح بيه بنات الناس. لكن يكون هو كبني ادم كراجل، مش كذكر مكتوب في البطاقه، لا، راجل يكون هو راجل يستاهل. وانا عارفه ان هو مش مقصر وبيحاول يسعى. وكمان في حاجات تانية كتير قوي تخليني اتحمل عيب صغنن. ساعتها هشوف قلة الفلوس دي عيب صغنن قد كده اهو، اقدر اتغاضى عنه واقدر اتجاهله واقدر اتخطاه. لو هو انسان كريم في كل شيء، في مشاعره، في كلامه، في اخلاقه، في معاملته الطيبه، لو هو بيتقي الله فيا وفي عياله، لو هو بيحاول وبيعمل اقصى ما عنده من جهد عشان يسعدني ويسعد بيته ويسعد عياله ويسعد نفسه، لو هو انسان عارف يعني ايه بنت ناس، وانا في يوم من الايام هيبقى عندي بنت، اشوف بعيني كده انا هقبل ايه على بنتي ومش هقبله على بنتي، يبقى انا عاملها زي اللي انا هبقى عايزه لبنتي. دي كلها حاجات الحنية، الكلمة الطيبة، الطبطبة، التقدير ثم التقدير يا قلالات التقدير. حتى تحملها لظروفك ده
انت لازم تحسسها انك مقدر ده، لانه مش واجب عليها، عشان تبقوا عارفين بقى. الراجل الصح، الراجل الصادق المتصالح مع نفسه، الاخلاق صح، هيبقى مقدر وشايل لمراته ان لا، هي مش واجب عليها تتحمل على فكره ظروفك المزهوله خالص، مش واجب عليها. واسال فضل منها، فضل منها، اصول منها، ماشي، حب منها ليك، اكيد عندها كذا سبب او اسباب، فانت لازم انت كمان توصل لها ان انت مقدر ده، انت مقدر ده، وانت شايله لها على دماغك من فوق، ويوم ما ربنا يكرمك هي اول واحده انت تكرمها، هي اول واحده انت تكرمها، هي وعيالك طبعا. وسيبك بقى من اللي بتزن على دماغك وتقعد تقول لك ما تشدهاش، ما تسمعهاش، ما تعودهاش، سيبك من الحربايه الحربوقه اللي تقعد تزن على دماغك. ما هو بصوا يا جماعه، انا لما ابقى لابني واقويه على مراته بالوحش ابقى انا حربايه وحربوقه. انا بقول لكم ابقى انا حربايه وحربوقه، وارضى ساعتها ان مرات ابني تقول لي، يعني حتى لو مش هتقول لي في وشي وتقول من ورايا انت ست حربايه وحربوقه وان شاء الله يعود لك، انا هبقى راضيه ساعتها. انا طبعا الوحش ما بيبقاش راجل انه شايف نفسه مش وحش، لكن ساعتها ده العدل وده الصح. لازم يا جماعه نواجه نفسنا كده باخطائنا وبعيوبنا، واللي فعلا ما نرضاوش على نفسنا ما نرضاوش على غيرنا، لما ما نرضاوش على بناتنا ما نرضاوش على حد في الدنيا، ولا على اولادنا ما نرضاوش على حد. فاهميني؟ على فكره الراجل ما بيقدرش تعبها، والست معاكي حق، في ستات برضه ما بتقدرش، في ستات ما بتقدرش، وده صنف برضه بيبقى بقى واطي بالفطره، زي الراجل الواطي بالفطره كده. فبرضه كلامي موجه للامهات اللي مش هتربي بنتها على الاصول والاخلاق، وهتربيها على الطمع، وهتربيها برضه ان هي الدنيا هات وخد، الدنيا مش خد بس، الدنيا هات وخد، هتربيها على الطمع والدلع والمياصه طول الوقت، وان انت طلباتك اوامر واؤمر تطاع. لا، علميها يعني ايه اصول، يعني ايه حسن العشره، يعني ايه الجدعنه مع جوزك. مش هو بس اللي يكون جدع، طالما هو جدع، يعني مش لازم هو بس اللي يفضل جدع طول الوقت وانت تبقي واطيه ولا قليله الاصل. علموا عيالكم، ربوا عيالكم صح يا جماعه والله. واقول لكم على حاجه تريحكم وسهله وبسيطه، والله بقى زي ما بقول لكم كده، معلش يعني بس على الزيت، ما تربوش تربيه ايجابيه، دي تربيه بنت 60 في 70، مفيش حاجه اسمها تربيه. ربوهم زي ما انت تربيتي، زي ما اهالينا زمان ربونا، ماشي. التربيه الايجابيه دي طلعت العيل بقى، يا اما احنا اللي مش عارفين نتعامل بيها فبنتعامل بيها وبنربي بطريقه غلط على حس ان دي التربيه الايجابيه، فاحنا ما عندناش وعي كفايه يعني مضمون التربيه الايجابيه. بس غالبا انا شايفه ان هي تجربه فاشله، محدش يربي تربيه ايجابيه. ربي التربيه الصح من ناحيه الدين بيقول ايه، دينك انت بيقول ايه، انت بقى مسلمه، انت مسيحيه، دينك بيقول ايه، لان الديانات اللي نزلت كده السماويه اخلاقياتها لكل واحد على حسب دينه صح. ربيهم على حسب دينك، ربيهم على حسب كتابك ما بيقول. انا بتكلم بقى بما اني انا مسلمه، بكلم نفسي كده، بخاطب نفسي وبخاطب الناس اللي هتفهمني. ربوهم زي ما القران والسنه بيقولوا. والله، ولا تربيه ايجابيه ولا تربيه هبابيه بتطلع العيل الادب، ممروع متدلع صوته عالي، ويقف يناقشك ويجادلك ويبجح بحجه بيقول رايه، وان دي التربيه الايجابيه. لا، دي قله ادب، لا دي وقاحه، دي سفاله. والله ده رايي، ده رايي. في ناس تختلف معايا على عيني وراسي من فوق، هحترمها، بس ده رايي. انا مش متفقه مع التربيه الايجابيه،
خالص. طلعت عيال مسخة، طلعت عيال سمجة، طلعت عيال بكحة وكحة. لسانتها طويلة، ردودها جراءة، بحجة ان دي الصراحة والثقة بالنفس ودي حرية التعبير. لا لا، ما انتوا بتعلموها غلط، انتوا بتعلموها غلط. انتوا بتعلموا الصراحة والتعبير عن الرأي بطريقة غلط. ما هو إذا التربية الإيجابية معناها إن أنا أعبر عن رأيي بقلة ذوق وقلة أدب، يبقى أنا اتسألت سؤال وأنا في البرنامج بالمناسبة بتاع البيه والهانم اللي أنا لسه معروض يوم الثلاث اللي فات ده، اللي أنا بنزل لكم منه لقطات بقالي يومين. ومتهيألي نزلت لقطة فيها دي، بتقول لي هل عندك الجرأة تقولي؟ أنا عندي الجرأة اسامي الناس اللي بتعمل محتويات مبتذله وفيها انا عندي الجرأة جدا كمان، بس انا ما بحس ان هي انا دايما عندي حياء اني اجرح حد، حتى لو الحد ده ما عندوش حياء. فهتلاقوني صعب ان اذكر اسمه، صعب مني انا، مش عدم جرأة، مش عدم جرأة، لا ده انا ممكن بصوا اقول بيعملوا ايه واكتب اساميهم على ورق كده والزقها كده وانزلها بوستات، بس انا ما بحبش كده، انا ما بحبش كده. انا بشوف ان دي يعني اذيه المشاعر الغير. يا جماعه اللي بيغلط عارف نفسه غلطان، انا مش هحاسب حد. انا ممكن اقول رايي، ممكن اقول تلميح من بعيد، الناس عارفه، الناس مش هبله، الناس بتتابع زي ما قلت كده. لكن لما سالتني على الناس اللي بتقدم محتوى محترم قلت اسامي بشكل صريح، مش هجرح حد، مش هزعل حد، مش هكسر خاطر حد. قلت عادي، قلت فلانة وفلانة وفلان، وزعلت قوي ان انا نسيت اسامي ناس كتيرة انا بشوفها ناس محترم، من ضمنهم واولهم كريم اخوي. الله، ده هو المحتوى كله، ده هو الاحترام كله، ده هو الادب كله، ده هو الحب كله، ده هو الجمال كله، ده هو الاخلاق كلها. الهي ربنا يسعدك ويرضيك يا كريم، يا حبيب قلبي، يا اخويا. كريم زي استوديو، هو في زيه السوشيال ميديا؟ شاب نموذج، اقسم بالله يا ريت الشباب كلها تقتدي بيه. نموذج للشاب المحترم المثقف المؤدب المهذب الواعي الناضج الراقي في معاملته، المتعلم اللي بيقدم محتوى وناجح جدا 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 فيه على السوشيال ميديا، محتوى تعليمي، وصفات طبيعية، وصفات للشعر للبشرة للجسم للوش وناجح جدا فيه. لا طلع قدم محتوى خليع، ولا طلع يقول ألفاظ سيئة عشان يلفت الانتباه ويطلع ترند. أقول لكم على المفاجأة بقى، كريم طلع ترند كتير قوي قوي بفيديوهاته. أقول لكم بقى إن هو كان اتطلب أكتر من مرة في لقاءات في التلفزيون وهو اللي رافض. هو ليه حتة لوحده كده بتاعته كده، ليه شخصية مختلفة. شاب اهو، شاب لسه صغير بس منتهى الرقي، والله ما عشان اخويا، بالعكس ده انا قلت لكم في اللقاء، انا ما قلتش اسمه، انا قلت اسامي ناس تانية وكان من باب اولى اقوله هو. دي سألتني سؤال صريح وما قلتش اسمه، كان غباء مني. والله مش غباء يعني نفسية، لا غباء انه انا حقيقي ما تخيلش ان هي هتسألني اسئلة قولي اسامي، سواء اسامي ناس وحشة او ناس حلوة. تخيلش ان هي تسألني اسئلة يعني صريحة كده ان انا اقول اسامي. طبعا كريم زي استوديو اخويا يا شمس الحياة، ده هو يعني بعد ربنا صاحب الفضل عليا وعلى ان انتوا تبقوا بتحبوا بومبا وبتشوفوها، هو اصلا اللي عمل لي صفحاتي، وهو اللي وقف جنبي، وهو اللي ساب شغله وعلشان يعمل لي انا شغلي، وعلشان انا انجح واوصل لكم كده وتحبوني. هو صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. كريم استوديو ده اصغر اخواتي، اصغر واحد في اخواتي، بس انا بعتبره ابني واخويا وصاحبي وحبيبي وكل حاجه في الدنيا. حبيبي حبيبي حبيبي، هيسمع الكلام ده؟ حبيبي حبيبي. والنبي 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 والعروسه عليا، يا اللي مش عايز تتجوز انت.
شاب عاقل والله العظيم. إلهي يا رب أشوف ولادي، ها هو واحد منهم، هو ابني الكبير، أشوف بقيت ولادي ياسين وأدهم في أدبه وفي أخلاقه وفي رقيه وفي عقله، ها هو وتشوفوا ولادكم زيه يا رب. طبعا. المهم خلصنا البتنجان، سايباه يبرد شويه ويهدى شويه. الباميه خلاص كده متهيألي الباميه الزيرو اللي احنا قصدي معلش لا مؤاخذه بعاجيره، ما هي بقت بعاجيره خلاص، احنا اتفقنا انها بقت بعاجيره. عشان والله ده انا هطلع لكم هوريكم العجب. بصوا استنى، بصوا الباميه قد ايه يا خراشي، دي زيرو. صدق او لا تصدق انها زيرو. اوريكم كيس، استنى لا اوريكم كيس. انا قطعت الحته اللي اهي مش مقطوعه، استنى كويس ان هي على الطرف. فين اهي، بصي طبعا هنا بالعكس زيرو، زيرو والله زيرو، جايباها زيرو يا اخواتي، بس الحمد لله طلعت بعجيرو. يلا ما جراش حاجه، اسيبكم دلوقتي في امان الله، ها وفي رعايه الله، و اتكلمنا كتير كنتوا وحشني، ها ويا رب استفاد بالنصايح اللي انا بقولها لنفسي بصوت عالي معاكم، ها واكون قادره ان انا افيدكم. يا ريت دايما نفيد بعض، واللي عندها راي تقولهولي، ارائكم كلها على عيني وراسي، وكلها طالما بتقول رايك باحترام انا احترمك واشيلك فوق دماغي حتى لو رايك مختلف معايا. لكن اللي بتدخل وبتغلط طبعا دول مش متابعين، متابعيني مؤدبين ومحترمين، حتى لما بيقولوا راي بيقولوه باحترام. اللي بتدخل وبتغلط دي عادي هديها على دماغها ومش هقبل نصيحتها على فكره، حتى لو كلامها متفق معايا او انا كلامها شايفاه صح، طالما بتغلطش مش هقبل منك اي كلام، اي راي. المهم اشوفكم بخير، واشوفكم والله بعجيروا خالص الباميه، واشوفكم دايما في سعاده وهنا. وابقوا اكتبوا لي بقى في الكومنتات عملتوا غدا ايه وهتعملوا غدا ايه علشان اغش منكم اكل البكره. ماشي، يلا باي باي.